شاء الله عنوان التفسير الفيزيائي. طيب قبل أن ناخد التفسير الفيزيائي سؤال مراجعة، هو في الحقيقة مش سؤال، هو 4 أو 5 مسائل مراجعة. هنبدأهم في الأول من عند حور. يلا يا حور، مشتقة حاصل ضرب دالتين يا حور، إيش قانونها؟ الأول في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. تمام، الأولى في ميم يعني مشتقة الثانية زائد الثانية في ميم الأولى. أحسنت. خلينا نروح لمحمد حسن ونسأله على مشتقة خارج قسمة دالتين. يلا يا محمد توكل على الله. ما في صوت عندك يا محمد؟ المقام أيوة. في مشتقة البسط. أيوة، المقام مشتقة في البسط مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. ناقص البسط في مشتقة المقام. ممتاز جدا. على وتحت المقام تربيع. مقام تربيع أو مربع المقام. ممتاز. تمام، نيجي لآخر شيء هتقوله لنا شهد. إيه هو يا أستاذ آخر شيء عشان نبدأ ننطلق لسؤال المراجعة اللي هو مشتقة الدالة الجذرية؟ يلا يا شهد. مشتقة الدالة الجذرية قانونها إيه يا شهد؟ طيب يلا يا مريم. نحولها لأس. أس في عينك. أستاذ يعني الجذر نحوله لأس. أس أس في نص عينك. أو أس في عينك واحد أس. 3. نامي 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 شوية كمان وشوفي زميلتك هتقول إيه. يلا، ها مين تاني يقول هنعمل إيه في مشتقة الدالة الجذرية؟ ها، حد يذكرنا نعمل إيه في مشتقة الدالة الجذرية اللي أنا أعطيتها قانون وقلت لها القانون ده خاص بيها؟ قول يا فارس. مشتقة، الله عليك، مشتقة ما تحت الجذر على 2 في الجذر. يا أستاذ طب ما أنا حل صح يا أستاذ، أروم أسوي أخليها أس نص. لا، ما نريد الكلام هذا، ما نريد الحصة هذه، ما نريد اللي أنت تقوليه في هذه الحصة. لما ناخد قاعدة السلسلة ونقول في قوس مرفوع الأس ناخد، إنما اللي أنا أريده منكم تو إن أنتوا تعرفوا لي الثلاثة دول. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه يا أستاذ مؤمن، الأسئلة الخاصة بهذه تيجي كيف يا أستاذ؟ قلنا إحنا بتيجي الأسئلة مركبة أو بتيجي بالشكل اللي إحنا هنقول عليه حالا تو من المسائل المهمة. نبدأ بأول مسألة وركزوا معايا عشان أريح لكم الأمور جدا مهمة. أول شيء السؤال بيجي اختياري، بيجي بالشكل اللي إحنا شايفينه أمام عيننا تو كده. يجي مسألة زي كده ويروح يقول لي إيه؟ يلا هذا السؤال أهو. إذا كانت لام وقاف دوال في س وكانت لام 1 يساوي 5، لام شرطة 1 يساوي -7، قاف 1 يساوي 3، قاف شرطة 1 يساوي 0، اوجد لام ضرب قاف شرطة 1. لام ضرب قاف شرطة 1. عارفين الكلمة دي معناها مشتقة حاصل ضرب دالتين، يبقى أطبق عليها القانون اللي هو بيقول القانون يا أستاذ. لام شرطة مشتقة الأولى في الثانية اللي هي قاف 1 زائد مشتقة الثانية اللي هي قاف شرطة 1 في لام الأولى، ونبدأ نعوض زي ما احنا معوضين كده ويطلع الناتج ده. الشكل الأولي البسيط اللي بيجي عليه سؤال في الامتحان، اللهم إلا أكتب القانون وأبدأ أشتغل. طيب يا أستاذ مؤمن، لو هو حب يضايقني شوي ويعصبني، لو هو باغي يضايقني ويعصبني يعمل ايه؟ نقول يعمل ايه لو يريد يعصبنا؟ يعطينا السؤال بالشكل ده. هذا هو السؤال اللي يحتاجني ان انا اعمل اشتقاق وتعويضايه. اذا كان الدال س يساوي س تربيع في هاء س، وكان هاء 1 يساوي 3، هاء شرطة 1 يساوي -2، فإن دال شرطة 1 يساوي الله. طب هي دال شرطة موجودة أساسا؟ لا.
طب هي دال نفسها موجودة؟ لا، احنا عندنا الدالة الأساسية دالة السين اسمها س تربيع ضرب هاء س. لو أنا أريد يا حلوين أجيب دال واحد، معناته إن أشيل كل س وأضع مكانه واحد، يبقى واحد تربيع زائد ضرب هاء واحد. عوضت عن كل س بواحد، واحد تربيع بواحد، هاء واحد معطينها لي في السؤال، هاء واحد بكام؟ هاء واحد يا أستاذ بثلاثة، يبقى ثلاثة في واحد يعطيني ثلاثة. يبقى أنا جبت دالة الواحد بكام يا أستاذ؟ بثلاثة. من هين جبتها يا أستاذ مؤمن؟ عوضت في الدالة. طيب بنفس الآلية والطريقة، تعالى بالمرة كده يا أستاذ جيب لنا دال شرطة واحد. كيف نجيب دال شرطة واحد يا أستاذ؟ اللي هي مشتقة يعني. فهمنا يا أستاذ مؤمن. الأولى اللي هي س تربيع في مشتقة الثانية هاء شرطة س زائد الثانية هاء س في مشتقة الأولى اللي هي س تربيع اشتقاقها يبقى 2 س. يلا نعوض عن كل واحدة بواحد، يلا يبقى واحد تربيع في هاء شرطة واحد زائد هاء واحد في 2 في واحد، واحد تربيع بواحد. طب هاء شرطة يا ترى معطيني إياها؟ نعم، عطيها لي في المسألة بسالب 2 زائد هاء واحد يا أستاذ مؤمن معطينها لنا في المسألة أيوه ب3 في 2 يعني يعطينا 6، يعني سالب 2 زائد 6 يعطيني موجب 4. لو شيء عندي في الاختيارات موجب 4 اختارها يا أستاذ مؤمن. عادي إذا تعيدها لنا يا أستاذ عادي، هنا ما في مشكلة. هنا المسألة الماضية هو مريحني في إيه؟ مديني الدالة ومشتقتها، الدالة ومشتقتها، مش هم حاصل ضرب دالتين، فمديني الدالة الأولى ومشتقتها والدالة الثانية ومشتقتها. أما اللئيم في هذه المسألة فهو معطيني دالة ومشتقتها جاهزة، معطيني دالة ومشتقتها جاهزة، والدالة الثانية يريدني بقى أنا أسويها، يريدني أنا أسويها. زي مين يا أستاذ؟ زي هذول. رحت أنا قلت هي دال واحد، لما أعوض عن الواحد طلعت لي ب3. طيب لما اشتق بقى أقول له الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى، ونبدأ نشتغل. طيب يا أستاذ هذه بالنسبة للمسألة الأولى. في مسألة كمان يا أستاذ نعرفها؟ نعم في أكتر من مسألة، بس نخلي بالنا عشان نقدر نتعامل معاها. تعال نروح نشوف المسألة اللي جاية. أكتر من مسألة نتعامل معاها. تعال شوف كده السؤال اللي جاي ده، لأن في ناس لما تسألني يا أستاذ هي قواعد الاشتقاق ديت هيسألني فيها إزاي؟ لا ده هيسألك وهيسألك وهيسألك وهيسألني في مسائل بالشكل اللي احنا بنشوفه. أنا قلت الساعة الأولى هنحل عليها مسائل، الساعة الثانية ناخد التفسير الهندسي. بيقول لي إيه؟ إذا كان قاف في س في هاء س يساوي واحد، وهاء واحد بسالب 2، وهاء شرطة واحد ب3، فإن قاف شرطة واحد يساوي الله. طيب هو عطيلك قاف س ضرب هاء س يساوي واحد. يلا يا بطل اشتق. كيف اشتق يا أستاذ؟ اشتق هدول. كيف نشتقهم يا أستاذ؟ ترى حاصل ضرب دالتين، الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى، الكلام ده بيساوي واحد. طيب هو مش عاطي ليك، مش عاطيني النهاء، طبعا هنشيل كل س ونحط مكانها واحد. قاف واحد هاء شرطة واحد زائد هاء واحد في قاف شرطة واحد يساوي واحد. ابدأ عوض. قاف واحد يا أستاذ معطيني إياها؟ ما معطيني إياها. قاف واحد ما عندي. طيب جميل جدا. قاف واحد ما عندي، هذا اللي هيبقى تحتها خط أحمر أهي مجهولة ما أعرفها للأسف يا أستاذ مؤمن. طب هاء شرطة عندك؟ نعم يا أستاذ هاء شرطة عندي قيمتها ب3 زائد هاء واحد عندك؟ نعم يا أستاذ هاء واحد عندي قيمتها بسالب 2. طب قاف شرطة والله مجهولة يا أستاذ، بغي لنا قاف شرطة أساسا، الكلام ده بيساوي واحد. الله على المشكلة الكبيرة هذه يا أستاذ. كيف بقى يا أستاذ القاف واحد دي اللي أنا مسوي تحتها نقط من هنا أجيبها هذه وأحصلها؟ حد عنده اقتراح؟ حد يريد يساعدنا؟ حد راجع؟
انا يا استاذ اقول لك كيف نجيبها يا استاذ. انا لها انا لها. مش انت جاي لي يا استاذ مؤمن ان قاف س ضرب هاء س يساوي واحد؟ جميل. يعني معناها ان قاف واحد ضرب هاء واحد يساوي واحد. نعم. طب انت الازمه عندك المشكله في قاف واحد. اقسم الاطراف كلها على هاء واحد. اذا قاف واحد هتساوي واحد على هاء واحد. من المسائل اللي جدا مهمة. من هين جبت ديت يا أستاذ؟ أهو جبتها من هنا كده. العلاقة اللي عطاها لك فوق دي في الأولى. فبيقول لك قاف س في هاء س يساوي واحد. فأنا رحت عوضت. أنا أريد أجيب مين؟ قاف واحد عشان أعوض بيها هنا ما عندي قيمتها. تمام. نعوض بقى بيها كده. قاف واحد اللي هي واحد على هاء واحد. طب احنا عارفين إن هاء واحد بكام؟ بسالب 2. يعني صارت قاف واحد اللي ما كنا نحيدها تو بقى اسمها قاف واحد تساوي واحد على سالب 2. يعني سالب نص. يبقى سالب نص ضرب 3 زائد سالب 2 قاف شرطة واحد يساوي واحد. سالب نص ضرب 3 يعني سالب 3 على 2 ناقص 2 قاف شرطة واحد يساوي واحد. جيب لي ده بعكس الإشارة. يبقى سالب 2 قاف شرطة واحد يساوي واحد زائد 3 على 2. طيب الثلاثة على 2 واحد زائد 3 على 2 مين مش شاطر يقول لي بكام؟ بسرعة. ها حسبتك. 2 على 2 يبقى 5. ها 5. الواحد ده أول ما تشوفه في مكان على طول 2.5. أيوه تخليه كده ب 2 على 2 زائد 3 على 2 يعني 5 على كام؟ على 2. يبقى صار عندك قاف شرطة واحد يساوي زي ما زميلتك قالت كده 2.5 أو 5 على 2. أريد أخلص من السالب 2 ديت يا أستاذ. يبقى أقسم الأطراف كلها على سالب 2. هنا على سالب 2 وهنا على سالب 2. أراح هذا مع هذا. يبقى قاف شرطة واحد مقام المقام يطلع بسط. تمام. لما يجي خلي بالك هو يريد قاف شرطة واحد. احنا تو عوضنا هنا عشان نجيب قاف شرطة واحد. نشوف هنعرف نطلعها كيف زي ما هي جاية ولا لا. شوف كده معايا. مقام المقام يطلع بسط. بس خلي بالك انت لما جيت هنا ضربت في السالب. حاضر احنا بنقول اهو من الاول. من اول مدين العلاقة اللي قاف في س قاف مين سالم مديني العلاقة الأولى إن قاف س في هاء س بواحد. أهي العلاقة دي هي دي المطلوب نشتقها. فقلنا إيه؟ هنقول الأولى قاف س في مشتقة الثانية زائد الثانية لياء س في مشتقة الأولى. تمام يساوي واحد. هذا المفروض كله يكون عارفينه القاعدة القانون. طيب يا أستاذ مؤمن أنت عندك قاف س شيل كل س وحط مكانها واحد يبقى قاف واحد هاء شرطة واحد زائد هاء واحد. تمام اللي هي بسالب 2 قاف شرطة واحد نريدها. قاف شرطة واحد اللي تحتها خط ديت أزرق هي دي المطلوبة هي دي المبغاة اللي نريد نجيبها. طيب أنا لما جيت عوضت عن الكل. الوحيدة اللي ما ليها تعويض عندي قاف واحد. ما عرفت أعوض عنها. فجلسنا نقول الله نجيبها منين يا أستاذ بقى؟ نعوض عنها كيف ونجيبها منين؟ قلنا لازم نجيبها من العلاقة. أنا بعيد عشان أحد الزملاء قال عيد يا أستاذ. أنا أقدر أجيبها من هذه العلاقة يا أستاذ. كيف نجيبها من هذه العلاقة؟ نبدأ نقول قاف واحد س أو قاف واحد في هاء واحد يساوي لنا إيه يا أستاذ مؤمن؟ يساوي واحد. أهو نروح نكبرها. هيجينا على جنب كده وقلنا إن أنت عاطيني العلاقة هذه يا أستاذ. يبقى أنا لما هضرب طرفين أو لما هقول له أريد قاف واحد يبقى اللي ما معها على اللي معها أو أقسم الطرفين. أيوه أقسم الطرفين يا أستاذ على مين؟ على هاء واحد. فصار عندي قاف واحد يساوي واحد على هاء واحد. جميل جدا. نبدأ بقى نروح جايين بقى في المكان ده. اهي الخطوة اللي انتوا بتقولوا مش فاهمينها.
نروح ماسحين كده ونروح نيجي في المكان اللي احنا سويناه ده تو. خلاص جبنا قاف واحد بقى وجبنا قيمتها. عرفنا قاف واحد بكام وعرفنا كله. الوحيدة اللي مجهولة اللي هي قاف شرطة واحد اللي احنا طالبينها. نبدأ بقى نعوض. هنعوض بكيف يا أستاذ؟ أول قاف واحد جبنا قيمتها يا أستاذ قاف واحد شرطة هي. نروح نقول له كده التعويض أهو. عندنا يا أستاذ قاف واحد أنت طالبها ولا احنا جبناها؟ قاف واحد بواحد على سالب اتنين أهي سالب نص. ها شرطة واحد معطيني إياها في السؤال بتلاتة زائد ها واحد أنت معطيني إياها في السؤال أهيت. ها واحد معطيني إياها في السؤال بسالب اتنين أهو ماشيين واحدة واحدة أهو. يبقى سالب اتنين في قاف شرطة واحد يساوي واحد. جميل جدا بالراحة واحدة واحدة. يبقى أنا صار عندي تو حالا تو حالا. ها لما جينا نشتق المفروض الطرف الأيمن ده يا حلوين مش شاطر يقول مشتقته بكام؟ ها بسرعة. مش احنا أحسنت يا غالية مش احنا اشتقنا؟ ايوه. يبقى ما تطيح في الخطأ وتشتق الطرف الايسر فقط الايمن فقط دون الايسر. لا انت اشتقيت القاعده هذه الاولى مشتقة الثانيه زائد الثانيه مشتقة. طب ما تيجي تقول يساوي صفر. صفر ليه يا استاذ؟ لان انت عندك مشتقة الواحد بصفر اخر خطوه. سالب 3 على 2 ناقص 2 قاف شرطة واحد يساوي صفر. ودي لي بعكس الإشارة. يبقى سالب 2 قاف شرطة واحد يساوي 3 على 2. اقسم الطرفين على سالب 2 على الحسابة هتجيبها لك. اقسم هنا على سالب 2 واقسم هنا على سالب 2. مقام المقام أيوه يجي بسط. هي يعني تتضرب في دي هتطلع قاف شرطة واحد يساوي سالب 3 على 4. إذا عندك اختيار سالب 3 على 4 اختاره. وهذه من المسائل اللي جدا مهمة. اكتب على حسابتك كده لو معاك حسابة 3 على سالب 3 على 2 تقسيم سالب 2. شوف هيطلع لك هذا ولا لا. ودي من المسائل المهمة. دي من المسائل المهمة. وهناخد كمان واحدة برضو مهمة جدا جدا جدا. تعال نروح المسألة اللي بعدها. أنا عدتها لك أهي. هتروح برضو أيضا لمسألة مهمة عشان بعد كده ننتقل لمسائل القسمة. نروح للمسألة هذه. بعدين عندنا مسائل القسمة وعندنا مسائل لما يكون داخل الدالة موجود رقم. يعني ق س زائد واحد داخل الدالة ق س زائد 2 عشان يبقى عطينا لك كل الأفكار. طيب خلينا نشوف المسألة بتيجي بالشكل ازاي. أكيد يا محمد ما خديت الأفكار دي في المدرسة. ما مشكلة احنا ما يخصنا المدرسة ده. إذا كانت د س دالة قبل الاشتقاق ه س يساوي 6 زائد 3 س تربيع في د س. هذه هي الدالة هي هكتبها قدام عينك تاني. ه س بتساوي 6 زائد 3 س تربيع تمام في د س. طيب هنعمل ايه يا استاذ او هنتعامل معاها ازاي؟ كيف نشتقها يا استاذ؟ مشكلة هذه. وكيف يا استاذ مؤمن يكون عندي 3 دوال؟ هم دول 3. ولو 3 ما تعول همهم البر. ليش ما تعول همهم البر يا استاذ؟ اقول لك حالا تو ليش ما تعول همهم البر. اول شيء هذه دالة عادية ولا دالة مضروبة؟ عادية. عادية. تمام. هذه دالة عادية ولا دالة مضروبة؟ مضروبة. بس. طب واحنا عارفين ان مشتقة العدد العادي مشتقة الدالة العادية الثابتة اللي هي 5 6 7 مشتقتها بكم؟ ايوه بصفر. فما تعول همها الامور جدا طيبة. يبقى احنا هنيجي تو نقول على طول ها شرطة. نقول له كده ها شرطة س يساوي ها الستة مشتقتها صفر. ما له لازمة ان احنا نكتبه. يعني ابص الاقي الشباب كيف كتبوا صفر وبعدين بقى يبدأ يقول لك ايه الأولى
الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. ما لي لازمة إن إحنا نكتب الصفر هذا. لما يكون عندك دالة ثابتة وتشتقها ما له لازمة لأن اشتقاقها بصفر. خلاص اكتب كده على طول. اشتغل على حاصل ضرب الدالتين دول. قول الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. طيب هو بيقول لك هاء شرطة سالب واحد. هاء شرطة سالب واحد معناته شيل كل س وحط مكانها سالب واحد. حاضرين يا أستاذ؟ يبقى 3 في سالب واحد تربيع في د شرطة سالب واحد زائد د سالب واحد في 6 في سالب واحد. واطلع اشوف معطياتي يا ترى ايش هو معطيني في السؤال عشان اعرف اشتغل. هو معطيني يا استاذ د سالب واحد بسالب 3. خلاص يبقى اجي هنا تحت السالب د سالب واحد دي اقول عليها بسالب 3 وكمان 6 في سالب واحد بسالب 6. يبقى خلصنا من هذا الصوب. طب نروح الصوب الثاني. سالب واحد تربيع بواحد في 3 ب3. طيب د شرطة سالب واحد معطيني اياها ب2. جميل جدا. معطيك اياها بكام؟ ب2. فينها يا استاذ؟ اهي اهي. بس يا استاذ بسيطة جدا. اروح جاي الضرب بقى يبقى هاء شرطة سالب واحد هذا اللي انت تريدها. هاء شرطة سالب واحد يساوي 6 ناقص يبقى زائد 18 يعني يساوي لي 4 وكام؟ و20. ليش يا استاذ؟ لان سالب في سالب بايه؟ بموجب. اذا عندي في المساله شيء اختيار 24 اختاره. طبعا كل المسائل دي في المذكره وكل مسائل امتحانات العام الماضي دي العوام الماضيه موجوده عندك ومحلوله بالتفصيل الممل. انا بس حبيت اقول يا استاذ لما احصل شكل كما هذا ما تخاف وما تهابوا. ايش المشكله يعني؟ لان زائد مشتقة العدد الثابت هيساوي صفر وهتشتغل ايضا عليها. احنا بس بنقول افكار المهمه اللي لازم تاخد بالك منها. طيب شيء مساله اخرى يا استاذ. شيء مساله هناخدها تو خاصه بالضرب وبعد كده نختم ونروح للايه؟ ايوه للقسمه وللجذريه. اخر مساله في الضرب مساله استدلال. الطب مالهم يسموها هذه مساله الطب كيف ما بيقولوا يعني اعلى درجات الاستدلال عشان ندي عليها تدريب. اهي نشوفها ونشوف هنتعامل معاها ازاي ان شاء الله. لو خليتوا بالكم تكون جدا سهله. نشوف يا استاذ. نشوف كده. اذا كانت د س يساوي هاء س ضرب 3 س زائد 1 ودالة الواحد يساوي 2 ودال شرطة واحد يساوي 5 على 2 فإن هاء شرطة واحد. طيب طبعا مش محتاجين يا شباب ويا بنات إن أنا أقول إن السؤال ده جدا مهم جدا جدا. هذا النوع من المسائل استدلال قدرات عليا كمان. طيب مو هنسوي يا أستاذ والله أنا عندي قانون همشي مع القانون أسويه. إيش يقول القانون؟ القانون بيقول لي لو أنا عندي دالة س بتساوي دالتين مضروبين في بعض فانا هضطر ان انا اشتق بالآلية اللي انا عارفها. اقول له د شرطة س يساوي الاولى في مشتقة الثانية. ضغط تقول الثانية في مشتقة الاولى ما في مشكلة. الاولى اسمها هاء س في مشتقة الثانية. الثانية مشتقتها ايه؟ والله بسيطة يا استاذ ما فيها شيء. 3 س هتكون 3. احسنتي تمام. زائد الثانية اللي هي 3 س زائد 1 في مشتقة الأولى اللي هي هاء شرطة س. هتعرف ليه الأستاذ مؤمن بيقول عليها مهمة طبعا. طيب يلا نبدأ. اتعودنا بعد ما نشتق على طول نشوف الرقم اللي هو موجود بدل السين. الرقم اللي موجود بدل السين يا أستاذ الواحد. يبقى نقول له د شرطة واحد هاء واحد في 3 زائد 3 في 1 زائد 1 في هاء شرطة واحد. ايش اللي حصل يا استاذ؟ عرفنا. شلت كل س وحطيت مكانها واحد. جميل جدا. نكمل. يبقى د شرطة واحد يساوي هاء واحد. يا ترى عندي هاء واحد؟ ما عندي هاء واحد. خليها تو على صوت اهي هاء واحد في 3 زائد 3 في 1 ب3 زائد 1 يبقى 4 في هاء شرطة واحد. طيب عندك ده الشرطة؟ عندي ده الشرطة يا أستاذ ب5 على 2. هاء واحد عندك هاء واحد ما عندك. عندك هاء شرطة واحد ما عندي. الله كيف هذا يا أستاذ؟ قال لك بس يا أستاذ مؤمن فهمنا اللعبة.
فهمنا اللعبة. لما يكون عندي ده مجهول أطلع سيرة أشوف العلاقة. أشوف إيه؟ العلاقة. طيب العلاقة الأساسية اللي عندي اسمها دالة السين أهي، اسمها دالة السين تساوي هاء س في 3 س زائد 1. شيل كل س وحط مكانها 1، يبقى دالة الواحد يساوي هاء 1 في 3 زائد في 1 ب3 زائد 1 يبقى 4. لو أنا أريد الهاء 1 ديت، أريد هاء 1، أقول له هاء 1 بتساوي إيه يا أستاذ؟ ها؟ أيوه نقسم على 4. ممتاز. يبقى دالة الواحد على كام؟ على 4. يبقى أنا أقسم على 4، دالة الواحد على 4. طب إحنا عندنا دالة الواحد، عندنا دالة الواحد بكام يا أستاذ؟ أهي. ممتاز ممتاز. يبقى أنا هاجي هنا يا أستاذ أعوض عن هاء 1 بدالة الواحد على 4، يعني اللي هي كام يا أستاذ؟ 2 على 4 ضرب 3 زائد 4 فيها شرطة 1. كده خلصت مسألتي. كيف خلصت يا أستاذ؟ أحل بقى شغل من صف تامن. هذه 5 على 2 يساوي على 2 3 في 1 ب3 على 2 زائد 4 هاء شرطة 1. ودي هذه بعكس الإشارة. 5 على 2 ناقص 3 على 2 يساوي 4 هاء شرطة 1. يعني لما اجي اقول 5 ناقص 3 على 2، يعني 2 على 2 اللي هي 1، يعني يساوي 4 هاء شرطة 1. إذا هاء شرطة 1 سامع البت الشاطرة بتقول بيساوي كام؟ ربع. يا ترى يا أستاذ شيء ربع في الاختصارات عندي أو في الخيارات؟ إذا موجود ربع عندي أختاره. أيوه، ويكون هذا هو إيه؟ الحل. يا أستاذ كذاك تيجي الأسئلة الخاصة هذه. نعم، بالأكثرية تيجي بالوضع اللي احنا شايفينه قبل ما ندخل على مسائل الاستدلال القدرات العليا. لما يكون مثلا مديني جذر تكعيبي، لما يكون مديني داخلها 1 وأبدأ يتعامل معاه. طيب تعالى كده نحاول ناخد أفكار، بس مش هنتعمق فيها اليوم، هنتعمق فيها الحصة القادمة إن شاء الله أو بعد الحصة القادمة. يا أستاذ إحنا بتيجي أمامنا مسألة بالشكل كده يا أستاذ مؤمن، يجي يقول لنا كده: إذا كان قاف س زائد 1 يساوي مثلا د. نتعامل معاها ازاي؟ قال لك النوع ده من المسائل هناخده بعد ما ناخد قاعدة السلسلة. هو تابع طبعا حاصل الضرب وتابع القسمة، بس غلط لو احنا خدناه تو. ليه؟ لأن أنا مثلا لو اديتك مسألة بسيطة مثلا زي كده بتساوي 3 س تربيع زائد 12 س، اوجد قاف 3. لو فرضنا مثلا زي كده، فاحنا لما هنيجي نقول له ايه؟ او قاف شرطه 3، طبعا باغي قاف شرطه 3. لما نيجي نشتغل على مساله زي كده بنقول له الحل. هقول لك اشتق يا بطل. كيف اشتق الاولى دي يا استاذ؟ هقول لك قاف شرطه 3 س في مشتقة ما بداخل القوس اللي هو كام؟ 3. الحركه اللي احنا سويناها ديت مشتقة ما بداخل القوس هي مشتقة القوس. طب ما احنا لسه يا استاذ مؤمن ما خدناش القوس، والقوس ديت حالة خاصة من ايه؟ من قاعدة السلسلة. قاعدة السلسلة 3 اشياء: حاجة اسمها الدوال المركبة او مشتقة الدوال المركبة، حاجة اسمها القوس اللي هو قدامك تو ده امامك، وشيء اخر اسمه قاعدة السلسلة نفسها. تمام؟ فاحنا لما تلاقي مسائل من النوعية ديت اجلها للحصة الجاية فقط، عشان يبقى كل شيء ايه في وقته نقدر نتعامل معاها، تقدر تكون واخد ده قاعدة السلسلة. خلينا نروح للقسمة. طيب نكمل لنا حل المسألة دي يا أستاذ؟ حاضر. احنا كده اشتقينا، قلنا قاف 3 س. اشتقها كيف؟ اجي احط شرطة اهي في مشتقة اللي جوه واشتق اللي جوه اهو في 3. طب وبعدين الطرف الثاني مشتقته 6. يلا شيل كل س وحط مكانها 3، لأنه بيقول لك يوجد قاف شرطة 3. يبقى قاف شرطة 3 في 3 في 3 يساوي 6 في 3. يعني قاف شرطة ها أيوه 9. هنا في يساوي
18 هنا في 3 اهي يساوي 18 اقسم على 3 يعني ق شرطة 9 يساوي 18 على 3 اللي هي فيها الايه؟ الستة. تمام، بس خلي بالكم هذا هناخدها مع قاعدة السلسلة، نركز في النوعية اللي احنا بادئين فيها عشان ما نتشتت. ننتقل للجزء الآخر اللي هو القسمة. يا ترى يا أستاذ هل مسائل القسمة هتيجي بنفس الكيفية اللي احنا سويناها دي؟ نعم بالضبط. طب تعال نشوف كده، ادي أول مسألة قسمة هي. أعطيني مسألة زي هذا، النوع الأول السهل، النوع الأول السهل اللي احنا شفناه حتى في الضرب، وبعد كده يبدأ يتعامل معايا في النوع اللي فيه أفكار. هذه المسألة، هذه مسألة خارج قسم الدالتين. خلي كده فاطمة تذكرنا بمشتقة خارج قسم الدالتين، ذكرينا كده يا فاطمة عشان احنا نسينا. ها، مشتقة خارج قسم الدالتين بيقول ايه قبل ما نسأل رزان؟ فاطمة ما هتتكلم، يروح يا رزان يلا بسرعة. ها برضه. طيب يقول يا أزهر مشتقة خارج قسم الدالتين تساوي ايش؟ مشتقة الأولى الثانية مم. مشتقة الأولى في الثانية خارج قسم الدالتين زائد مشتقة الثانية في الأولى تقسيم المشتقة الثانية تربيع. لا بدون مشتقة بس تربيع. طيب تمام، نسمع رزان كده، ركز أزهر نشوف رزان هتقول ايه. يلا يا رزان. ها. أول شيء مربع ها. المقام اها. في مشتقة الدالة الأولى مم. مشتقة الدالة الأولى في الدالة الثانية مهم. ناقص مشتقة الدالة الثانية في الدالة الأولى تمام. على مربع على المقام. على مربع المقام. طيب ما اريد نعرف الاولى والثانيه، بلاش كلمه الاولى والثانيه عشان ما نغلط فيهم يا رزان. هو هيجي القصه كده قاف. خلينا في مسألتنا احنا هذه. دخل حور، إيه اللي طلعك يا حور ده؟ خلينا نقول احنا عندنا قاف على هاء شرطة. هذا المشتق نريد نشتقها طبعا بالنسبة لايه سالب واحد. فاحنا هنقول القانون في هنا في الجزء الاولاني فوق هذا اسمه بسط. طيب وتحت اسمه مقام، خلينا نشتغل بالبسط والمقام. فالقانون بيقول لي مربع المقام، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، وغير مسموح إطلاقا إن أنا أبدل. يعني ما ينفعش إن أنا أقول البسط في مشتقة المقام ناقص المقام، غير مسموح، فقط لازم يتحفظ بالشكل ده. طيب تعال نطبق يلا. نقول له يساوي، يساوي يا أستاذ مربع المقام اسمه إيه؟ المقام اسمه هاء سالب واحد، يبقى هاء سالب واحد الكل تربيع. أدينا ربحت المقام. المقام اللي هو هاء سالب واحد في مشتقة البسط اسمه ايه؟ البسط قفش، يبقى في قاف شرطة واحد سالب واحد ناقص البسط اسمه ايه؟ قاف سالب واحد في مشتقة المقام في هاء شرطة سالب واحد. ولازم اطبق بالشكل ده، ولازم اطبق بالشكل ده. تمام، في هاء شرطة سالب واحد. تاني كده يا أستاذ، لما تجينا مثلا زي كده مربع المقام يبقى هاء سالب واحد تربيع. المقام اللي هو هاء سالب واحد أهو في مشتقة البسط يبقى في قاف شرطة سالب واحد ناقص البسط اللي هو قاف سالب واحد في مشتقة المقام هاء شرطة سالب واحد. وقعد ندور على التعويض براحتنا بقى، بالراحة خالص ندور على التعويض. هاء سالب واحد عندك، هاء سالب واحد عندي يا أستاذ أهي بثلاثة. قاف شرطة سالب واحد عندك، أيوة يا أستاذ قاف شرطة سالب واحد أهي بثمانية.
ناقص قاف سالب واحد عندي بتلاتة ضرب هاء شرطة سالب واحد، هاء شرطة سالب واحد مبغاية على مربع المقام، مربع المقام اللي هي هاء سالب واحد. طب ده انت عاطيني يا استاذ مؤمن في السؤال ان هاء سالب واحد بيساوي 3، يبقى لو انا حابب اربع يعني 9 يبقى تحت 9، ومدي لك هو الاشتقاق قيمته بسالب 4. جميل جميل جدا. نكمل يلا. يلا روح نقول له انت مديني الاشتقاق كتر خيرك. يبقى هنا سالب 4 يساوي 3 في 8 ب24 ناقص 3 هاء شرطة سالب واحد يريدها على 9. هنعمل حاجة اسمها يا بنات وشباب ضرب تبادلي، هذا هنا وهذا هنا، يبقى 24 ناقص 3 هاء شرطة سالب واحد يساوي 9 في سالب 4 سالب 36. نقل بعكس الإشارة. حلو. يبقى هيكون عندي سالب 3 هاء شرطة سالب واحد يساوي سالب 36 ناقص 24. يبقى سالب 3 هاء شرطة سالب واحد يساوي سالب ممتاز 60. أقسم الطرفين على سالب 3. مش هتقول بسرعة هاء شرطة تطلع بكام؟ واحد. يبقى هاء شرطة سالب واحد سالب 60 على سالب 3 يطلع لنا الناتج بكام؟ ب20. إذا موجود 20 نختار الاختيار 20. ودي من المسائل أيضا المهمة اللي بتيجي في القسمة. الناس اللي بترسل لي يا أستاذ هيسألني فيها كتير يا أستاذ في الامتحان زي ما قلنا كده، هيسأل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللي انتوا شايفينه معانا ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه معانا. طيب تعالى نشوف مسألة أخرى بعد ما احنا قلنا في أكتر من مسألة. إيه هي المسألة يا أستاذ التانية؟ ناخد المسألة الجميلة هذه اللي فيها دالة. في مسألة بيعطيني فيها دالة ويقول لي يلا. ودي من المسائل المهمة جدا جدا جدا. جنان موجودة يا شباب يا بنات؟ جنان معنا ولا هنا حاضرة؟ يلا يا ستي جنان اقرأ السؤال هذا عشان انت كنت راسلة كمان. إذا كانت دالة س، خلينا عشان ما نتعبها. إذا كانت دالة س دالة قابلة للاشتقاق، هاء س يساوي د س على 5 س تربيع، وكان دالة الاثنين بسالب واحد، د شرطة 2 بواحد، فإن هاء شرطة 2 بتساوي كام؟ ودي من المسائل المهمة جدا جدا جدا، فكرتها مهمة جدا جدا جدا. هكتب عليها تو مهمة عشان هدي واحدة كمان. هذه المسألة تحديدا مهمة جدا جدا. طيب هو بيقول لي هاء س يساوي دالة السين على 5 س تربيع. أنا هقول له حاضرين أنا هشتق. مين يقول أنا أشتق يا أستاذ؟ خلي كده غالية. يلا يا غالية كده اشتقي معايا. مشتقة الدال س على هيبقى 10 اسمها س. إيه؟ لا مشتقة الدرسين هيبقى اسمها إيه؟ هيك. مشتقة المقام في مشتقة البسط أيوه 5 س ناقص تربيع بسط في مشتقة المقام. في يلا دال س. نشتغل بقى. يلا يبقى نقول له د شرطة س، مش هو ده مشتق المقام؟ المقام تربيع أهو. أدينا ربعنا المقام. بعدين نبدأ نعمل ايه بقى؟ نقول له ايه؟ ها المقام في المقام. مشتقة البسط تمام. ناقص ايوه البسط في مشتقة المقام البسط في مشتقة الايه المقام. كم مشتقة المقام هتكون يا غالي؟ 10 س. 10 س عسل. تو اول خطوة اعملها ايه تو؟ حالا اول خطوة اشيل كل س واضع مكانها الاثنين. اشيل كل س واضع مكانها 2. من هنا ما تجيب الارقام هذه يا استاذ؟ جبتها منين الارقام هذه؟ من داخل اهي. د شرطه 2 د 2 ها شرطه 2. يبقى نشيل كل س ونحط مكانها 2. يلا هيبقى عندي يا استاذ 5 في 2 تربيع في د شرطه 2 ناقص د الاثنين في 10 في 2 وتحت 5 في 2 تربيع الكل تربيع. يلا بالراحات
دال شرطة 2 عطيها لي بواحد، ودالة الاتنين بسالب واحد. طب يلا نعوض. دال شرطة 2 بواحد، ودالة الاتنين بسالب واحد، هو معطيني ده في السؤال. هنعوض نقول له يساوي 5 2 تربيع ب4، 4 في 5 ب20، يبقى أنا عندي 20 في دال شرطة 2 يعني 20 في واحد. هذه دال شرطة 2 20 في سالب واحد، ناقص دالة الاتنين اللي هي واحد في 2 في 10 في 20 على 5 في 2 تربيع اللي هي 4، 5 في 4 ب20 تربيع، يساوي 20 في سالب يبقى سالب 20، سالب واحد سالب 20، 2 تربيع ب40 تربيع يبقى 400، يبقى أنا عندي سالب 40 على 400 يطلع سالب 1/10. إذا موجود عندي في الاختيارات سالب 1/10، إذا أختار السالب 1/10. طيب طلعت ب1/10. ليش يا أستاذ؟ مين شاطر يقول؟ دالة الاتنين بسالب واحد، وإحنا عندنا السالب. حد يقول ولا أقول أنا؟ وده كان نعوض خطأ. الدال الثاني بواحد من الدال. ايوه، وده خطأ من ضمن الاخطاء الشائعه اللي احنا حابين ننوه عنها، واحنا تعمدنا ان احنا نسويها. ليه يا استاذ؟ اول شيء هذا ايش هو؟ هذا ايش؟ السالب مال القانون. هذا هو السالب مال القانون. طيب السالب مال القانون هذا يفضل معاك على طول. طيب السالب مال القانون معايا، هذا السالب مال القانون. طيب بالنسبة لما احنا جينا كتبنا دالة الاتنين سالب واحد، هين والسالب واحد انت كتبت دي سالب واحد، طب وسالب مال القانون؟ الله، تمام. عشان تطلع معاك يا أستاذ، الأولى كانت إشارتها بالموجب والتانية هتبقى إشارتها موجب، يبقى معناتها تاني كده هيطلع 40 على 400، يطلع الناتج اللي معاك. شوف احنا قايلين لك ايه في السؤال؟ ان دالة الاتنين بسالب واحد، وده الشرطة 2 بواحد. طب يلا بقى طبق، طبق بقى يا بطل. اهي بالراحة وخلي بالك من الإشارة. 2 تربيع ده الشرطة 2 يعني عندك 20 يا أستاذ، سالب مال القانون، هذه سالب القانون. دالة الاتنين بكم؟ أيوة سالب واحد في 10 في 2 على تحت عندك 20 تربيع. هيبقى عندك بقى 20 سالب في سالب أهي، هذه سالب في سالب بيجي موجب. 1 في 10 ب10 في 2 ب20 يبقى زائد 20 على 400، يعني تطلع 40 على 400. إذا الإجابة طبعا الصحيحة هتكون موجب 1/10. يبقى تخلي بالك لما يكون عندك إشارة بتروح الأمور بتكون بالشكل ده. طيب تدريب رقم 1، وأنا متعمد آخد التدريب ده. تدريب رقم 1 بسرعة. هذا هو التدريب محلول عندك. انا اريد بس ان ايه الطريقه ترسل لي على الواتس على الخاص مش في الجروب، عشان ناخد الداله الجذريه ونبدا ننطلق. هنديه 3 دقائق فقط، تدريب 1. يلا يا حلوين توكل على الله. نرسل يا استاذ، نرسل. ايوه انا قلت ايه اللي بترسل شهاده على الجروب ده؟ انت بترسل على الجروب ليه يا شهد؟ ترسلي لنا على الخاص يا شهد. ايوه شاطره يا شهد، ممتاز. أستاذ اللي راسلتلهن على الجروب أبغاك تشرحين حلنا.
ما احنا قلنا ما هناخدهم تو. ايه عليهم امتحان ولا سؤال قصير ولا ما فهماهم؟ لا بس الأستاذ عطنا يعني إياهم. ايه ما انا عارف، ما انا مش قلت هناخدهم، بس قلنا هناخدهم في وقت محدد يا شهد الاسبوع الجاي ان شاء الله. ليش؟ مين شاطر يذكرنا قلنا ليش الاسبوع القادم؟ يكون منتبه في الحصه. عشان قاعدة السلسلة. ايه معتمد على حسب ما قاعده السلسله يا شهد يكون فيها مشتقة ما بداخل القوس. احنا شغالين في اليوم، ولو كانت الاستاذه بتدي لكم دول في قواعد الاشتقاق اللي هو الضرب والقسمه والجذر، مع صراحه هي ما عندها حق يعني. تعطيها لكم في القواعد ولا انتوا خدتوا قاعدة ولا بعد قاعده السلسله يا شهد؟ شهد ما جاوبت عليا. يا شهد الاسئله دي في درس القواعد ولا في درس قاعده السلسله يا شهد؟ لا لما يكون عندنا الأس غير واحد. ايه يعني في قواعد اشتقاق ولا في قاعده السلسله انا اتكلم؟ لا السلسلة. ايوه شفت صح كده، كنت هظلم الاستاذه. اقول لها كيف تعطيكم المسائل ديت في قاعده في الاشتقاق. ترى هذه مسائل قاعده السلسله. تمام، قاعده السلسله لما ناخدها ان شاء الله ما نخلي مجال ابدا لاي نوعيه من هذه الاسئله. ما تقول هم. ريتاج ما شاء الله عليك، ممتازه يا ريتاج. ها عندنا دقيقتين حلوين، استثمر وقتك يلا عشان نشوف. خلاص باقي دقيقه. انتهى الوقت. كان بودنا أكبر قدر ممكن يحل لنا هذه المسألة. كمل حل. شوف مريم. طيب شطورة يا مريم، شاطرة يا مريم، ممتاز. بعد ناخد الدالة الجذرية وعاد بعد كده. تمام، أحسنت يا مريم. خلينا نروح للحل. الحل هو بمنتهى البساطة، وأيضا المسألة دي من المسائل اللي جدا مهمة، مسألة مهمة. أي مسألة فيها دوال بالشكل ده من المسائل المهمة. وخلي بالك على أي مسألة أنا بقول لك عليها مهمة، أي مسألة بقول لك عليها مهمة انتبه لها جدا. طيب هنشتق يا أستاذ، هنقول له قاف شرطة س. هذا مشتقة حاصل قسمة أو خارج قسمة دالتين. نعم. كيف نشتق يا أستاذ؟ نقول له مربع المقام. طيب س تربيع. المقام اللي هو س في مشتقة البسط. جميل جدا. الواحد مشتقته صفر. طب الهاء س مشتقتها هاء شرطة س. جميل. ناقص البسط. البسط اسمه واحد زائد هاء س في مشتقة المقام اللي هو واحد. كيف يا أستاذ؟ عيد حاضرين. عيد هذه تراها أهم شيء، أهم خطوة هذه اللي هو الاشتقاق. اروح قايل له حاضرين. شوف يا سيدي، اول شيء اقول له قاف شرطه س يساوي مربع المقام. المقام اسمه ايه؟ س، يبقى ربعها يبقى س تربيع. المقام اللي هو س في مشتقة البسط. الواحد مشتقتها صفر. طب والهاء س؟ هاء س شرطه اهي زائد البسط اللي هو واحد زائد هاء س في مشتقة المقام اللي هو واحد. يلا نعوض عن كل س تجاب لك بسالب واحد وبعدين يعدلها ربنا. كل س عوض عنها بسالب واحد اهو. سالب واحد في هاء شرطة سالب واحد زائد واحد زائد هاء سالب واحد في واحد على سالب واحد تربيع. تمام.
يلا بقى شوف هو مديك في المسألة إيه. الهاء شرط -1 معطينا لك في المسألة بكم؟ ب3، يبقى -1 في 3. تمام. هاء -1 معطينا لك كم؟ ب2. جميل جدا. هاء -1 معطينا لك بكم يا أستاذ؟ ب2. بس خلي بالك إحنا لما جينا قلنا الأولى في مشتقة الثانية هنا فوق، عشان خاطر اللي هو القانون ما تنساش عملية الناقص، ما للقانون ناقص الثانية في مشتقة الأولى. يبقى إحنا عندنا هنا ناقص الثلاثة اللي هي مال 1 زائد 2 3. 3 في 1 ب3 بالسالب، على -1 تربيع اللي هي 1. يلا يطلع عندك الناتج -3 ناقص 3 على 1 يعني -6. حاشا يا أستاذ، احنا كنا نفتكر المسألة بتيجي سهلة. لا، مسألة قواعد الاشتقاق في القسمة والضرب بتيجي وهتجي لك مسألة من اللي احنا حلينا كماها هذه، من اللي احنا حلينا كماها اليوم في قواعد الاشتقاق. هتجي لك مسألة بالشكل ده اللي هي القسمة والضرب. تعالى ننتقل بقى لآخر شيء اللي هو لما يكون عندي جذر يا أستاذ. يا ترى في مسائل الجذر أتعامل معاها إزاي لما يكون عندي مسألة فيها دالة جذرية؟ والله الدالة الجذرية هي بسيطة، هو بيجيبها لك أكثر شيء في التفسير الفيزيائي. بس هناخد لك مسألة بعد ما إجت في الامتحان يجي يقول لك إيه؟ إذا كانت دالة السين يساوي جذر 5 س زائد 4، أوجد دال شرطة 1. طيب نقول له الحل، نطبق فيها القانون زي ما هتقول حور تو. يلا يا حور، مشتقة الدالة الجذرية بتساوي ايه يا حور؟ ها، مشتقة الدالة الجذرية يا حور. يلا يا مآثر، ها هتقول مشتقة حور. ما تحت الجذر ايوه، على 2 في الجذر. ترى مشتقة ما تحت الجذر على 2 الجذر. طب اشتق يا حور يلا. هيكون 5 ايوه، على 2 في جذر 5 س زائد 4. في جذر 5 س زائد 4. نبدأ نشيل كل س ونحط مكانها 1، يعني 5 على 2 في جذر 5 في 1 زائد 4، يعني 5 على 2 في جذر 9، يعني 5 على 2 في 3، يعني 5 على كام؟ على 6. أنهينا الآن الشيء اللي هو اسمه إيه يا أستاذ؟ اسمه قواعد الاشتقاق الخاصة اللي إحنا خدناها، القسمة والضرب والدالة الجذرية. هننطلق ونطير للمهم جدا الساعة الثانية في الحصة اللي هو التفسير الفيزيائي. يا أستاذ مؤمن، عندنا أسئلة لما يكون عندي في الدالة يقول لي قاف 2 س زائد 1 يساوي، قلنا الكلام ده بعد الحصة القادمة إن شاء الله ما هتحتاج تسأل عنه. وعد إن شاء الله هنجهز لك كيف ما احنا جهزنا كل اللي يخص القسمة والضرب. إن شاء الله الحصة بعد قاعدة السلسلة هناخد فيها المسائل اللي بيكون في مشتقة ما بداخل الدالة ولما يكون في عدد داخل الدالة. طالما الحمد لله ما عندنا لا أسئلة قصيرة ولا تيه، خلينا ناخد كل شيء نعطيه حقه. التفسير الفيزيائي ده من الدروس المهمة جدا، وهذا العام عندنا عليه درس مقالي، سؤال مقالي. هذا عليه سؤال مقالي زائد المعدلات الزمنية المرتبطة رقم 16 و17. السؤال رقم 16 والسؤال رقم 17 في الاختبار هيكونوا بيتكلمون على نفس الشيء اللي هو ايه؟ التفسير الايه؟ الفيزيائي. طيب خلينا نتذكر مع بعض الاشياء ونبدأ نتكلم مع بعض. يلا يا استاذ تذكر معانا. تذكر ان كنا اما نرمز للمسافة بالرمز فاء، نرمز للسرعة بالرمز أيوة عين، نرمز للتسارع
اللي هي العجلة بالرمز ايه؟ تاء. بس هنيجي نحط فاء نون عين نون تاء نون. ليش نون يا أستاذ؟ لأن السرعة والمسافة والتسارع هما دوال في الزمن، دوال في الزمن. حتى احنا لما نيجي نشتقهم، لما نيجي نشتق المسافة هنقول دال فاء على دال نون، يعني احنا بنشتق بالنسبة للزمن اللي هي هنسميها فاء شرط، ودال عين على دال نون اللي احنا هنسميها عين شرطة. تمام؟ ده اشتقاق بالنسبة للزمن. طب يعني ايه اشتقاق بالنسبة للزمن يا أستاذ؟ يعني هنطبق قواعد الاشتقاق. ايوه، هنطبقها على مين قواعد الاشتقاق؟ هنطبقها على نون. يعني لو كانت نون مرفوعة الأس ننزل الأس ونعمل كل اللي احنا نطبقه على النون. طيب أنا عندي في التفسير الفيزيائي بعض الأشياء المهمة اللي أريدك تنسى اسمك وتحفظها. وتحفظها، نعم. أول شيء المسافة اللي هي الفاء، يوم نعمل لها اشتقاق تعطيني ايه يا أستاذ؟ تعطيني السرعة اللي هي عين. يوم نعمل لها اشتقاق تعطيني حاجة اسمها التسارع اللي هو ايه؟ تاء. يبقى لو انا عندي اقدر اقول ان العين نون عبارة عن مشتقة المسافة، المشتقة الأولى للمسافة، وإن التسارع عبارة عن المشتقة الأولى للسرعة. ودول غصب عنك تنسى اسمك وتحفظهم حفظ. حفظ إن السرعة مشتقة المسافة، مشتقة المسافة، والتسارع مشتقة السرعة، السرعة مشتقة المسافة، والتسارع مشتقة السرعة، كله مبني على بعضه. يبقى المسافة أعمل لها اشتقاق تعطيني السرعة، السرعة أعمل لها اشتقاق تعطيني التسارع. مهمين جدا دول. طيب ايه الملاحظات اللي اريدك تحفظها عشان نبدأ نحل مسائل؟ ملاحظات هامة. اول شيء خلينا نتكلم على كل مكون من المكونات اللي عندي. مين شاطر يقول لي انا عندي قدامي تو كم مكون؟ كم مكون قدامكم؟ كلكم دون استثناء راح تغلطوا، كلكم دون استثناء. ها؟ 4. مين اللي قالت 4؟ ايوه محمد، احسنت. اللي قال 4 ممتاز. اللي قال 3 غفل شيء مهم جدا، اللي هو مين؟ ها؟ اللي هو مين؟ النون. نون. النون. واحنا النون ليها أهمية عندنا، النون ليها عندنا أهمية. يبقى أول شيء عندنا المكون الأول الأساسي اللي بنشتق منه المسافة، المكون اللي بعده السرعة، المكون اللي بعده التسارع، المكون المشترك ليهم كلهم اللي هو نون اللي احنا هنسميه الزمن. يبقى أنا عندي 4 مكونات: مسافة، سرعة، العجلة أو التسارع، والزمن. أنا أريدك تعرف في كل مكون ملاحظات هامة. خلينا نبدأ في الأول بالزمن اللي هو نون. إيه الأشياء اللي أريدك تعرفها عندك في النون؟ قال لك الأستاذ مؤمن عشان يخدمك ويخليك تبقى 200 ممتاز في الدرس ده، هيقول لك إن الزمن يكون يساوي صفر، بيساوي صفر في حالات لو عند بداية الحركة، لو ذكر في المسألة بداية الحركة، لو ذكر في المسألة لحظة الانطلاق، لو ذكر في المسألة السرعة الابتدائية. ها، تعرف هنا إن الزمن عندك بيساوي إيه؟ صفر. يبقى بالنسبة للزمن إمتى يساوي صفر؟ لو قال لك في بداية الحركة. إمتى يساوي صفر؟ لو قال لك لحظة الانطلاق. إمتى بيساوي صفر؟ لو قال لك في السرعة الإيه؟ الابتدائية، أو لو اصطدم على طول بالجدار. طيب تعالى ناخد المكون الثاني اللي هو المسافة. يا ترى المسافة إمتى؟ المسافة اللي هي فاء إمتى تساوي صفر؟ قال لك المسافة تساوي صفر لو قال لك وصل إلى سطح الأرض. خلاص، وصل
وصل لسطح الأرض فما فيش مسافة، خلاص على كده. انطلق، الحاجات دي مهمة جدا، من نقطة. لو قال لك انطلق الجسم من نقطة يبقى على طول المسافة بصفر. وصل إلى سطح الأرض يبقى المسافة بصفر. وصل لأقصى الارتفاع هنبقى نعرف نتعامل معاها مسافة ولا سرعة. تعال نروح للسرعة. السرعة اللي هي عين. امتى يا أستاذ العين تساوي صفر؟ متى السرعة تساوي صفر؟ السرعة الابتدائية. والله إذا قال لك انطلق من سكون أو بدأ جسم حركته من سكون، أول ما يقول لك كلمة من سكون تعرف إن سرعته بصفر. انعدمت سرعته. أول ما يقول لك انعدمت سرعته يبقى السرعة بصفر. أول ما يقول لك توقف عن الحركة، وصل لأقصى ارتفاع، أول ما تلاقي كلمة وصل لأقصى ارتفاع يبقى السرعة بصفر. جميل جدا، حلو يا أستاذ. باقي آخر شيء، وهسأل فيه سؤال آخر شيء، هذا اللي هو مين يا أستاذ؟ التسارع، اللي هو التاء. متى يساوي صفر؟ والله حالتين بس. الحالة الأولى عندما يذكر كلمة ينعدم تسارعه. إذا قال لك انعدم تسارعه يبقى التسارع بصفر. إمتى يا أستاذ؟ لما تكون السرعة ثابتة. عندما تكون السرعة إيه؟ ثابتة. تمام. بما تفسر، علل، اذكر السبب. التسارع يساوي صفر عندما تكون السرعة ثابتة. مين شاطر يعلل لي، يفسر لي، يذكر لي السبب؟ لأن التسارع يساوي مشتقة السرعة. الحمد لله على السلامة، نورتينا يا سلمى. أخيرا دخلها من أول ولا لسه بعد تو داخلة؟ لا داخلة من أول. شطورة يا سلمى. تمام. زي ما زميلتك قالت كده بالضبط، كيف ما خبرت وقالت يا أستاذ التسارع هيساوي صفر لما تكون السرعة ثابتة. يعني ايه السرعه ثابته؟ لك ان تتخيل كلمه السرعه ثابته يعني السرعه ب5 ب3 ب4. طب اشتق السرعه عشان تجيب التسارع. ده احنا واخدين في قواعد الاشتقاق ان مشتقه العدد الثابت بصفر، وبناء عليه اذا ذكر في السؤال ان السرعه ثابته تعرف يا بطل ان التسارع بايه؟ بصفر. جميل جدا. إذا أنت عرفت هذه الشريحة اللي أمامك حالا تو، والشريحة التي تليها الآن أمامك تو، وفهمت هذين، ما راح تقف أمامك أبدا أبدا أي سؤال في مسائل مين؟ التفسير الفيزيائي. معقولة يا أستاذ؟ نعم صدق. إذا أنت عرفت هذول، الشريحة هذه وهذه الشريحة، ما راح يقف أمامك شيء أبدا في الأسئلة. طب يلا نجرب كده نشوف يا أستاذ راح نبدأ بإيه. وكل المسائل اللي هنروح نحلها تو كلها دون استثناء مسائل إيه؟ اختبارات. طيب يلا نتوكل على الله، ناخد أول سؤال ونشوفه يجي كيف فين في الامتحانات. استنى بس نحذف هذا. أيوه، هذا أول. كل المسائل اللي احنا هناخدها تو هي مسائل اجت في امتحانات. شوف معتمدة على ايه، على ايه ونحن نقدر نحلها. يلا ادي اول سؤال اهوت. كل ديت مسائل في الاختياري كانت. يجي يقول لك يتحرك جسيم وفق العلاقة فاء نون، حيث نون فاء نون تساوي نون تربيع ناقص 3 نون. جد السرعة اللحظية للجسيم عندما نون بيساوي 3. يا سلام، يا سلام على الحلاوة يا أستاذ. هو يريد عين 3. كلمة توجد السرعة اللحظية عندما الزمن يساوي 3 يعني جيب عين 3. طيب ما احنا عارفين يا أستاذ إن عين هي مشتقة الإيه؟ المسافة. يبقى خد يا بطل المسافة اللي عندك اللي هي هذه،
اشتق أقول له عين يساوي فاء شرطة نون. يلا اشتق كيف يا أستاذ؟ القواعد اللي متعلمها. يبقى 2 نون ناقص 3. 2 نون ناقص 3 اشتقيت. هو بيقول لك اوجد المسافة السرعة لما نون بتساوي 3، يعني شيل كل نون وحط مكانها 3. يبقى 2 ضرب 3 ناقص 3 يعني 6 ناقص 3 يساوي كام؟ 3 متر على ايه؟ الثانية. يا أستاذ مؤمن، ممكن يا أستاذ في المسائل يجيب لي تحويلات؟ مستحيل. ما تجلس تتعب نفسك وتقول احول من متر لكيلومتر ومن دقيقه لثانيه. لا 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 لا، هو ما يحتاج هذا تبقى تسويه انت في الفيزياء. احنا في الرياضيات اسمه تطبيق او تفسير فيزيائي. نريدك تعرف ان السرعه مشتقه المسافه، وان التسارع مشتقه السرعه، بس مش اكتر من كده. مش هجيب لك مسائل فيها تحويلات. تعال نروح لسؤال تاني. ولا تنسوا ان احنا بنبدا اهو. احنا لسه بنقول بسم الله. يعني ايه؟ ما حدا يقول يا استاذ هل هذا بس اللي بيجي ولا شيء؟ احنا لسه بنقول بسم الله وهنشوف تو واحده واحده. هذا سؤال من المسائل ايضا المهمه. فاء نون بتساوي نون تكعيب ناقص نون تربيع زائد 5، حيث فاء المسافه بالامتار، نون الزمن بالثواني. فما سرعه الجسيم عندما تسارعه يساوي 4؟ عندما تسارعه يساوي 4. طيب لحظة يا أستاذ، أول شيء هو معطيني المسافة فاء نون بتساوي نون تكعيب ناقص نون تربيع زائد 5. هذه المسافة. عشان أجيب السرعة لازم أقول له عين نون تساوي فاء شرطة نون، يعني مشتقة المسافة. يبقى 3 نون تربيع ناقص 2 نون. هذه السرعة. يبقى أنا تو جبت السرعة، صار اسمها 3 نون تربيع ناقص 2 نون. هذه هي السرعة. طيب يا أستاذ، هو بيقول لي اوجد السرعة عندما يكون التسارع ب4. يبقى أنا أساسا لازم أجيب التسارع وأسويه ب4، وبعد كده أجيب قيمة النون وأوديها فين؟ أعوض بيها في السرعة. يبقى خلينا نيجي نجيب في الأول التسارع. يبقى نقول له التسارع اللي هو تاء نون يساوي مشتقة السرعة، يعني عين شرطة نون. يبقى هذا اللي أنت جايبها فوق مشتقة. يبقى 6 نون ناقص 2. من هين جبتها يا أستاذ؟ 2 ضربت في 3 6، اشتقيتها. طيب هو بيقول لي عندما التسارع يساوي 4، يبقى أقول له 6 نون ناقص 2 يساوي 4. نقل بعكس الإشارة. يبقى 6 نون يساوي 4 زائد 2، يعني 6 نون يساوي 6. إذا النون شاطر بيساوي كام؟ 1. وكأن السؤال هيتغير ويبقى اسمه ايه؟ اوجد السرعة عندما نون بتساوي 1. ادينا جبنا يا استاذ الزمن من التسارع طلع ب1. اروح جاي له ايه؟ عين 1 يساوي 3 في 1 تربيع ناقص 2 في 1، يعني 3 ناقص 2 طلعت بكام السرعة؟ ب1 متر على ايه؟ على الثانية. استاذ لحظة، ممكن تعيد الجزء بتاع التسارع ده يا استاذ؟ يا سلام، طب ما نعيدها كلها اهي. بيقول لك إذا كانت فاء نون تساوي نون تكعيب ناقص نون تربيع زائد 5، حيث فاء المسافة بالأمتار نون الزمن بالثواني، فما سرعة الجسيم عندما يكون تسارعه ب4؟ الله، يعني هو يريد السرعة عندما التسارع يساوي 4. طب أنا هعمل إيه يا أستاذ مؤمن؟ قال لك أول شيء خدها بالتدريج. إحنا عشان نوصل للتسارع لازم يكون عندي إيه؟ أحسنت، لازم يكون عندي السرعة. طب أنا السرعة من هنا أجيبها؟ اشتق المسافة. احنا اشتقينا المسافة، اتحصلنا على هذه السرعة اهي. خدنا السرعة اشتقناها، جبنا التسارع، سوينا ب4 ونقلنا الناحية الثانية، اتحصلنا على النون، نعوض بيها هنا، جبنا السرعة. طيب يا أستاذ، نفس المسألة هذه لو جي قال لك اوجد السرعة عندما ينعدم تسارعه. الله، ينعدم تسارعه يعني السرعة، يعني التسارع بيساوي 0.
هنيجي ناخد التسارع اللي احنا جايبينه نساويه بصفر. طب ما بدل ما نيجي نشرح على ديت، تعالى ناخد المسألة المفاجأة اللي فيها اللي انت بتسأل عنده، عندما ينعدم تسارعه او تنعدم السرعة. اهي سؤال من المسائل الجد مهمة جدا هذا. كيف الاختيارات؟ يتحرك جسيم وفق العلاقة فاء نون يساوي نون تكعيب ناقص 12 نون. أوجد تسارع الجسيم في اللحظة التي تنعدم فيها السرعة. في اللحظة اللي تنعدم فيها السرعة. بصوا يا بنات، بصوا يا شباب، 99.99 من 100% من حلك للمسألة ديت إن أنت تترجمها صح. إذا ما ترجمتها صح الأمور ما هتكون طيبة. يبقى كيف أترجمها صح يا أستاذ؟ يبقى أول شيء اعرف إيه المعطيات وإيه المطلوب. أقول له الحل. هو طالب اوجد التسارع، هو باغي التسارع متى؟ عندما السرعة بتساوي صفر. الله، طب هو أنا أساسا عندي السرعة ده كل اللي عطوه في السؤال فاء نون بتساوي نون تكعيب ناقص 12 نون. يبقى أنا في الأول خالص أول شيء أشتق هذه وبعدين أدور. يبقى أقول له عين نون يساوي فاء شرطة نون. يلا نشتق. يبقى 3 نون تربيع ناقص 12. جميل جدا. أنا اشتقيت أول مسافة أعطتني السرعة. طيب أريد أجيب التسارع، أقول له تاء نون يساوي 6 نون. ممتازة، ممتاز جدا ممتاز. طيب هنعوض عن النون بكام؟ قال لك لا بقى انتظر يا أستاذ. ليه؟ إنه شرط عليك شرط، عندما السرعة تساوي صفر، يعني تاخد العين نون تساويها بصفر، يعني تاخد 3 نون تربيع ناقص 12 تساويها بصفر. ابدأ بقى حل ودي بعكس الإشارة. يبقى 3 نون تربيع يساوي 12، اقسم على 3 يبقى نون تربيع يساوي 4. خد الجذر التربيعي، يبقى نون ب2 ونون بسالب 2. هاجي يا حلوين اكتب تحت -2 مرفوضة، واسأل طلاب الأعزاء أقول لهم ليش كتبت مرفوض عند نون بسالب 2؟ لماذا إن كتبت الزمن ما يجي بالسالب. أيوة يا سلمى ممتازة. مستحيل أبدا يجيني الزمن بالسالب. تمام. ولو إني أنا ضد هذا الموضوع. ما أعرفش ينفع أقول لكم الكلام ده ولا ما ينفع. ينفع يجي الزمن بالسالب على فكرة يا بنات، بس إحنا في الرياضيات هنمشيها ما ينفع لحد الآن. يعني لحد الآن ما ينفع الزمن يكون بالسالب. فهناخد الجزء الموجب. يبقى التسارع تاء نون يبقى 6 في 2 يعني يساوي كام؟ 12. يبقى التسارع 12 متر على ايه؟ على الثانية. عوضنا بقيمة الايه؟ النون. تمام. حد راسل لي على الواتس بيقول لي يا استاذ كيف ينفع الزمن بسالب؟ انت ما يخصك، انت في الرياضيات لحد اللحظة هذه يوم تطلع لك النون بسالب ارفضها، ارفضها. انما في المستقبل العاجل النون الايه؟ الموجبة. خلينا نروح لسؤال من المسائل الجدا ايضا مهمة هي، وده على فكرة كان اجا في امتحان. ناخد المسألة هذه، وزي ما خبرتكم احنا واخدين بالتدريج المسائل اللي اجت في امتحانات الاعوام الماضية كل هذه مسائل مهمة. واوريك تيجي في الامتحان كيف هي تيجي في الامتحان بالشكل ده. ادي اول سؤال اهو، اجى في الامتحان بالشكل اللي قدامكم. اذا تحرك جسيم وفق لدالة المسافة فاء نون يساوي نون تكعيب ناقص 9 نون تربيع ناقص 27 نون زائد 3. فاء المسافة نون، إن معدل التغير في سرعته عندما نون بيساوي 4. ضحك عليهم في الامتحان وجاب لهم كلمة معدل التغير في سرعته عندما نون بيساوي 4. أريد ترانزليت انتو ماثماتيك. حد يترجم لنا للرياضيات. What does it mean this؟ بس فاعل القانون. اللي هو مين برضو؟ ماذا نقصد بمعدل التغير في سرعته؟ يقصد المشتقة ماله يعني. أحسنت يا محمد إشكيلي. يقصد أنت عمر. أحسنت. معدل التغير في سرعته يا بنات يا شباب اللهم إلا هو كده. أها، يعني يريد تسارعه. وخلي بالك منها ديت. الله،
ده كده ممكن يضحك عليا في الامتحان. نعم ممكن يضحك عليك في الامتحان. لما نيجي نقول عين تساوي فاء شرطة نون، معناها إن السرعة تساوي معدل التغير في المسافة. طيب لو احنا قلنا تاء يساوي عين شرطة نون، يعني التسارع يساوي معدل التغير لمين؟ للسرعة. فما تخليه يضحك عليك في الاختبار. هو عطيك فاء نون بيساوي نون تكعيب ناقص 9 نون تربيع ناقص 27 نون زائد 3. احنا نريد نوصل للتسارع. ما احنا اتفقنا وقلنا يا استاذ الترجمة اللي هو يريدها ديت معناها التسارع. احنا نريد التسارع. طب عشان اجيب التسارع يا استاذ لازم اجيب السرعة، وبعد ما اجيب السرعة لازم اجيب اشتق. طيب خلينا ناخد هذه كده، نقول له عين نون يساوي فاء شرطة نون. يلا نشتق. ها هتبقى عندي 3 نون تربيع. احسنت. ناقص 18 نون. ممتاز. ناقص 27. جميل جدا. ترى هذا انت السرعة جبتها. طيب احنا نريد التسارع، يبقى تاء نون 6 نون. جميل. ناقص 18. هذا هو التسارع. هو يريد عندما نون تساوي 4، يبقى اجي اقول له تاء 4 يساوي 6 في 4 ناقص 18، يبقى 24 ناقص 18. احسنت. يطلع بكام؟ ب6 متر على الثانية. يبقى لو عندي في الاختيارات 6 اختار 6. ودي مسألة مهمة يا بنات يا شباب. مش معنى ان انا بقول مهمة يعني صعبة، انا بقول مهمة ليه؟ لان فيها تكاية. موضوع معدل التغير ما كل الناس هيعرف. تعرفوا في ناس هتجيب السرعة وتعوض في النون ب4. يعني لو قلت لكم في الامتحان في ناس جابت السرعة هذه وشالت كل نون وعوضت مكانها ب4. طيب شيل كده وعوض. اريد شاطر، حد طالب شاطر يشيل ويعوض لي عن النون ب4 يشوف الناتج بكام. يلا عنده بنص دقيقة. ها عندنا نص دقيقة. عوض كده. شوف لما تعوض في السرعة عن النون ب4 ايش اللي هيحصل عشان تشوف المفاجأة. بعد ما حد عوض، ما حد عنده حسابة سالب 51. سالب 51. سالب 51. لما نعوض ليش يا استاذ؟ لان انت هتشيل كل نون تحط مكانها 4، فيطلع عندك الناتج سالب 51. حتى النوبة الناتج ما هيكون موجود في الاختيارات. ده لو حب يصعب لك بقى في الامتحان يحط لك الناتج ده في الاختيارات عشان لما تلاقيه تقول هو كده حل الايه الصح. تمام. خلينا نروح لمسألة من المسائل ايضا المهمة. فكرتها المسألة هذه مسألة اختبار. هذه المسألة اللي امامنا نشوف ايش الرسمة هذا استفاد منها ايه. انا اريد بس اروها لك من غير حل. مسألة جدا جميلة، واكيد لو انتوا درستوه في المدرسة الدرس ده لازم الاستاذ يكون عاطيكم مسألة كما هذه. حلو. الشكل المجاور يمثل حركة جسيم وفق الدالة فاء نون. المسألة دي جميلة جدا ومهمة جدا جدا جدا. تمام. اوجد السرعة اللحظية عند 3 ثواني. السرعة اللحظية. طب لحظة يا أستاذ، أساسا أنت مدينا الفاء نون معطينها لها يا أستاذ مؤمن ب9 ناقص نون ناقص 3 لكل تربيع. هذه اللي هي فاء نون. هو يريد السرعة اللحظية، يعني يريد عين شرطة نون. طيب مشتقة ال9 بصفر، يعني احنا هنشتق. يريد عين شرطة يريد عين نون اللي هي فاء شرطة. ال9 مشتقتها صفر، ماله لازم نكتبه. طيب بالنسبة للأس اللي فوق ده هناخدها في قاعدة الاشتقاق. نقول هذا ينزل ننقص من الأس 1 في مشتقة ما بداخل القوس، يعني هتبقى سالب 2 في نون ناقص ايه، وعاد نبدأ نعوض. طيب يا أستاذ إذا أنت ما كنت تعرف
قاعدة السلسلة هذه اللي زمايلك اتكلموا عليها، مو نسوي الطالب الشاطر يقول لك أنا عندي فكرة يا أستاذ. مش أنت بتقول لي إن المسافة 9 ناقص القوس اللي هو ن ناقص 3 لكل تربيع؟ طب أنا هفكه، كيف نفكه؟ مربع الأول نفس الإشارة، أول في تاني في 2 زائد مربع الحد التاني. جميل جدا. فكيت القوس هذا اللي مرفوع له أس 2، فصارت عندي فاء نون 9 دخل الإشارة بقى ناقص ن تربيع زائد 6 ن ناقص 9. فهتلاقي نفسك لما تقول التسعة هذه بالسالب راحت مع التسعة بالموجب، يعني فاء نون صارت سالب ن تربيع زائد 6 ن. احنا نريد بقى المسافة السرعة عبارة عن مشتقة المسافة، يبقى سالب 2 ن زائد 6. أشيل كل نون وأضع مكانها كم؟ مين شاطر يقول؟ ها؟ 3. طيب ليش 3. 3؟ لأن النون هنا يا أستاذ أهي، يبقى أنا أشيل النون وأحط مكانها 3. سالب 2 في 3 زائد 6، يعني سالب 6 زائد 6. طلع الاختيار صفر. إذا موجود عندي صفر أختار صفر. دي أيضا من المسائل اللي جدا مهمة. طيب نروح لمسألة في غاية الأهمية. أنا أحيد إن إحنا طولنا عليكم، بس لمصلحتكم نريد نخلص هذا الجزء وهناخد مسألة استدلال وتدريب بعدها. احنا ماشيين زين تو كده، احنا كده ماشيين ممتاز. الحصة الجاية إن شاء الله قاعدة السلسلة مع الاشتقاق الضمني، الأمور جدا طيبة مع الأجازة. تعال شوف المسألة الجميلة جدا هذه. طيب نريد نمشي على آلية محددة ما حدا أبدا يحيد عنها في حل النوع ده من المسائل. إيه هي الآلية يا أستاذ؟ أول شيء اتبعوني في الكلام اللي أقول لكم عليه، ده مهم جدا. تعال هنا، أول ما يديك العلاقة الفاء تعال هنا واكتبها، أقول له فاء نون يساوي نون تكعيب ناقص 6 نون تربيع زائد 34. هذه المسافة، دي العلاقة الأساسية اللي موجودة عندي. وابدأ اقرأ السؤال. إذا تحرك جسيم في خط مستقيم بحيث أن بعد عن نقطة الأصل بالأمتار بعد نون ثانية تعطى العلاقة، فإن المسافة اللي يقطعها عندما ينعدم تسارعه. هو يريد المسافة عندما ينعدم التسارع، يعني لما تاء نون يساوي لنا صفر. طيب خلي بالك واحدة واحدة يا أستاذ. أنا طالب في سنة 10 خدت درس اسمه التفسير الفيزيائي. أعمل إيه؟ أنت اتعلمت إن السرعة مشتقة المسافة، يبقى سوي، يبقى أقول له عين نون يساوي فاء شرطة نون. اشتق معايا كده 3 نون تربيع ناقص 12 نون. جميل جدا. ونبقى اتعلمت ان التسارع هو مشتقة السرعة، يعني عين شرطة نون. يلا اشتق 6 نون ناقص 12. حلو. انت كده خلصت شغل سنة 10. اللي هو ايه سنة 10؟ ان السرعة مشتقة المسافة، وان التسارع مشتقة السرعة. نبدأ بقى نشوف عندما ينعدم تسارعه. طيب يبقى نقول له عندما ينعدم التسارع يبقى 6 نون ناقص 12 يساوي صفر. ودي بعكس الإشارة، يعني 6 نون يساوي 12. اقسم الطرفين على 6، إذا النون يساوي لنا 2. أيوة أحسنت. يبقى هو يريد المسافة عندما نون يساوي كام؟ 2. طب أنت المسافة عارفها؟ يا سلام، عارفها كيف يا أستاذ؟ ده أنت عطاها لي كعلاقة المسافة أهي. أهي المسافة هذه أنت مديها لي كعلاقة. طيب أروح واخدها له كده المسافة هذه، وأروح أكتبها له كده وأشوف هنعمل فيها إيه هذه المسافة. أنا متعمد إن أنا أكتبها لك بالشكل اللي هي في السؤال كده.
عشان نشوف التعويضة مالها. هذه علاقة الإيه يا أستاذ؟ المسافة. أعطيلك المسافة بالنون تكعيب ناقص 6 نون تربيع. مهمتك أنت إن أنت تشيل كل نون وتحط مكانها 2، يبقى 2 تكعيب ناقص 6 في 2 تربيع زائد 34، ودخلها يا بطل على الحسابة. 2 تكعيب ب8، 2 في 4 يعني 24 زائد 34، يعني عندك تطلع ب 18 متر المسافة. أحسنت يا رزاق. تمام. وهذا من المسائل المهمة. والله سهلة يا أستاذ أحي، ترى سهل، ترى في الأخير اشتقاق وبتطبق على الاشتقاق، كله اشتقاق وبتطبق على الاشتقاق. يلا مسألة شوية فيها فكرة. على فكرة كل المسائل اللي احنا جالسين نحلها دون استثناء كلها مسائل امتحانات. يعني تجيني كده يا استاذ، ما طبعا هتجي لك كده، امال مو هتجي لك؟ اصل احنا ناخد مسائل معقده. والله انت خد براحتك المعقد، انما اللي بيجي في الامتحان نفس هذا. انا هديك كمان مساله قدرات عليا تو تشوفها وتتعامل معاها، استدلال ايضا. طيب نريد نحل احنا يا استاذ. طيب تريد تحل، خد التدريب هذا، اريده ارسل لي على الواتس. تدريب 2، يبقى التدريب الثاني في الحصة اليوم. تدريب 2 عندك الإجابة النهائية، معناتها لو طلعتها غير كده يبقى شيء خطأ. هذا مدته 4 دقائق عشان بس الاشتقاق والحسابة. 4 دقائق. أنا مسكت التليفون وأنتظر الحلول. عشان نون تربيع بيعطيني الفاء، حيث الفاء بسنتيمتر والسرعة عندما تبلغ العجلة تساوي 12 هو هذا المطلوب. طيب لما يجي لنا سؤال كما هذا، نصيحتي ان احنا نقرا السؤال قراءه على السريع، قراءه ما للحل، لمعرفه الاطار العام للمساله. يبقى انا هقرا اقول ايه؟ يتحرك جسيم في خط مستقيم طبقا للعلاقه هذه، فان سرعات الجسيم عندما تبلغ العجله يبقى هو يريد السرعه لما العجله بكام؟ ب 12، عشان تبقى عندك بلان او عندك خطه تشتغل عليها. فاحنا نبدا نقول له ايه؟ ف نون تساوي 1 على 12 نون أس 4 ناقص 2 نون تربيع زائد 6 نون. هبدا اشتق، اقول له فاء شرطه نون يساوي لي عين نون. انا اريد اجيب العين. الاربعه تنزل تتضرب في 1 على 12 نون تكعيب زائد 6 على الاربعه، يعني هيطلع عندك السرعه تلت نون تكعيب ناقص 4 نون زائد 6. طيب نكمل عشان نوصل للتسارع. نقول له حاضر، تاء نون يساوي 3 في تلت، طيروا مع بعض يديني نون تربيع ناقص 4 والستة مشتقتها بصفر. هو بيقول لك نون التسارع بيساوي 12، يبقى تاء نون يساوي 12، يبقى نون تربيع ناقص 4 يساوي 12. نقل بعكس الإشارة، نون تربيع يساوي 16، جت منين اللي هي 12 زائد 4؟ يبقى نون بالجذر التربيع ال 16، يبقى نون بيساوي موجب أو سالب 4، يعني نون بتساوي 4 ونون بتساوي سالب 4، تحتها نكتب مرفوض. يبقى نكتب له السرعة اللي هو يريدها، نقول له السرعة اللي أنت باغينها اللي هي عين نون تساوي تلت نون تكعيب ناقص 4 نون زائد 6. هنشيل كل نون ونحط مكانها 4، يبقى تلت في 4 تكعيب ناقص 4 في 4 زائد 6. طيب يساوي لي 4 تكعيب ب 64، 64 على 3 ناقص 16 زائد 6. شغل حسابتك تطلع معايا 11 وتلت أو 11 و3 3 من 10. هذا هو الحل، ودي من المسائل المهمة. هذا هو الحل وهذا من المسائل. شوف كده إذا أنت غلطت في شيء ولا حاجة. طيب هاخد مسألة استدلال وبعدين نكمل إن شاء الله
هاخد مسألة استدلال قدرات عليا هي استدلال خلي بالك من المسائل اللي الأستاذ مؤمن بيكتب عليها VIP. يقول لك إذا كانت عين نون يساوي ألف جذر فاء نون، حيث ألف ينتمي لحاء، يعني بيعرفك إن الألف عدد حقيقي. اثبت هو فيها إثبات يا أستاذ؟ نعم. اثبت أن التسارع دائما ثابت أو مقدار ثابت. مقدار ثابت. اثبت أن التسارع دائما مقدار ثابت. شايفين السطر ونص ده اللي أمامكم؟ السطر ونص ده لو احنا شفنا اللي على الجروب تو يمكن ما يعرفه غير واحد اتنين، أو من الممكن إن ما حدا يعرف يحل. اللي هو إيه يا أستاذ؟ يقول اثبت إن التسارع مقدار ثابت. طب ادينا يا أستاذ فرصة كده. طيب أنا بعطيك فرصة هو التو دقيقتين وهحل، بحيث إن أنت تفكر. اعتبر نفسك دخلت الاختبار مع لساني 10 باكر، ورقة الأسئلة مسكتها في ايدك، حصلت هذا السؤال في وجهك، كيف تتعامل معه؟ عاد دقيقتين فقط عشان نحل، عشان أريد أخذ مسألة من البكتيريا جدا مهمة ولئيمة جدا جدا جدا. طيب نبدأ نشوف. أول شيء اثبت أن التسارع مشتقة السرعة تاء نون يساوي عين شرطة نون. طيب يلا نشتق. مين يشتق معايا؟ أنا يا أستاذ اشتق. أول شيء الألف هذه ما ينفع نشتقها عدد ثابت، أما الدالة الجذرية فأنت عرفتنا يا أستاذ مشتقة ما تحت الجذر على 2 الجذر. تمام صح كده، ممتاز. كيف يا أستاذ هذا الألف ليش ما اشتقت لنا؟ احنا ما بنشتق الألف. أنا لو قلت لك اشتقي لي ألف س تربيع مو بتسوي؟ بتروحي منزلة الاثنين ألف س. نفس الشيء هنا الألف نزلت كما هي. طيب تمام، ما اختلفنا يا أستاذ. طيب أسأل حور. يلا يا حور، وات از ذس يا حور؟ إيش هذا يا حور؟ مشتقة المسافة. اللي هي إيه مشتقة المسافة يا حور؟ مشتقة المسافة نفسها السرعة. شاطرة. يعني أروم أخذ هذه، أروم أخذها كده وأقول عين نون على 2 جذر فاء نون. طيب ده أنت عين نون عندك أهي، يبقى يساوي ألف، هنشيل عين نون ونحط مكانها ألف جذر فاء نون على 2 جذر فاء نون. راح الجذر مع الجذر، ألف في ألف بألف تربيع على 2. إذا التسارع دائما ثابت. قبل أن تقوم علي ثورة، قبل أن تقوم الثورة. أستاذ إيش هنجنا يا أستاذ؟ إيش يا أستاذ هذا اللي سويته؟ كيف هذا؟ وين راح؟ قال لك انتظر. الأستاذ لما كتب المسألة دي قال لك مسألة استدلال، ومن المسائل اللئيمة جدا. أول شيء هو يريد التسارع دائما بثابت، يبقى يريد أجيب التسارع مشتقة السرعة. طب هذه السرعة اهي، اشتق هذا كده، الألف دائما وأبدا، الألف دائما وأبدا، هذا الألف، هذه الألف. أما هذه كيف اشتقها يا أستاذ؟ مشتقة ما تحت الجذر أهو على 2 الجذر أهو. يبقى كلنا عارفين هذا الاشتقاق مال اللي فوق السرعة، هذا اشتقاق مال اللي فوق. طيب رحت سألت زميلتك قلت لها وات از ذس؟ قالت دي يا أستاذ السرعة مشتقة المسافة
تعطي السرعة. طيب يلا نخوذ هذه ونعوض بقيمة السرعة. عوضنا بقيمة السرعة اللي هي ألف جذر فاء، راحت الجذر فاء اللي فوق مع الجذر فاء اللي تحت، اتبقى عندك ألف في ألف تربيع على 2، ودي من المسائل المهمة. طيب يبقى هذا المقدار ثابت، يبقى إذا دائما وأبدا التسارع يساوي مقدار ثابت. يلا يا سلمى اشرح لنا يا سلمى. هم قالوا إنه باغين التسارع مشتقة السرعة، فنشتقها هتكون ألف ألف مشتقة ما تحت الجذر اللي هي على هتكون 2 ضرب الجذر. صح، مشتقة ما تحت الجذر. اللي تحت الجذر اسمه ايه يا سلمى؟ السرعة. لا، اللي مو ده. تحت الجذر تو امام عينك تو اسمها ايه؟ فاء نون. اشتقاق فاء نون اللي هو ايش؟ المسافة. اللي هو السرعة. فاء شرطة نون، صح كده؟ أيوه. واحنا عارفين ان فاء شرطة نون ايش نون يعطي؟ تساوي السرعة. السرعة اللي هي اساسا ألف جذر فاء جذر نون. فاء نون. أيوه، راح جذر لأنه البسط. بينهم ضرب هتروح جذر ألف، هيبقى لنا ألف ضرب ألف، ألف تربيع 2، فالتسارع دايما ثابت. ممتازة ممتازة. يلا يا مريم كمان كده قولي اللي قالت زميلتك. زين. نثبت إن التسارع ثابت، فناخذ مشتقة السرعة، مشتقة الألف تنزل، مشتقة الجذر اللي هو أول شيء نشتق اللي تحت الجذر على 2 في الجذر نفسه، مشتقة المسافة هي نفسها لحظة لحظة يا مريم، لحظة. انت اول الحصة لما قلت لك اشتق الدالة الجذرية قلت هنخليها أس نص، صح؟ هي اهو بقى لو انت يا ست الكل خليتي دي أس نص ما راح تستفادي باللي احنا سويناه تو. فاهمة ازاي؟ فهي الدالة الجذرية هنقول مشتقة ما تحت الجذر على 2 الجذر. تمام. هذا وش هذا يسميه؟ السرعة. شاطرة. واحنا عندنا السرعة ولا ما عندنا؟ عندنا. هنحذف هذا اللي انا مسوي عليه اطار ونضع مكانه السرعة. هنلاقي نفسنا حصلنا جذر فوق وجذر تحت. ايش اللي يحصل يا مريم؟ يروحن تبقى ألف 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 تربيع على 2. هذا مقدار ايش هذا؟ مقدار ثابت. يبقى اذا ثبتنا ان التسارع دائما مقدار ثابت. تمام. هذا بالنسبة للتسارع دائما مقدار ثابت. آخر مسألة هنختم بيها، آخر مسألة خالص. معرف مين غالية رسلة فقط يا غالية. هذه قلنا عليها إذا كان جذر تربيعي. أيوة، الدالة الجذرية إحنا قلنا الجذر التربيعي فقط، هذا لما يكون دالة السين يساوي جذر 5 س زائد 1. لو أنا أريد دال شرطة س مشتقة ما تحت الجذر على 2 الجذر. هذا خاص فقط خاص بالدالة الجذرية التربيعية. طب اما لو كان أس 3 تكعيبي، قال لك لو تكعيبي هنتعامل معاه بان احنا نخليه أس ثلث، زي ما هناخد في قاعدة السلسلة ان شاء الله المرات القادمة. اريد بس اخد هذه الفكرة وخلاص نختم بيها. هناخد هذه الفكرة ونختم بيها، وإن شاء الله الحصة الجاية في بداية الحصة ناخد مسألتين على التطبيق الفيزيائي قبل ما نبدأ قاعدة السلسلة. احنا يعتبر خدنا الشيء الأساسي أو المهم جدا اليوم. نشوف المسألة دي كده نتعامل معاها. بيقول لك إيه؟ بدأت مستعمرة للبكتيريا بالانقراض مكونة من 1000 خلية، وكانت دالة انقراضها تمثل بالدالة م ن يساوي 1000 ناقص 5 على 2 ن تربيع. ما معدل انقراض البكتيريا بعد 10 أيام؟ معدل انقراضها بعد 10 أيام. يقصد بمعدل الانقراض يا بنات ويا شباب ما تتخض من شكل السؤال. أي مسألة من النوع ده اشتق على طول. أروح قايل له كده معدل الانقراض ميم. لما يجي يسألني مسألة زي كده ويقول لي اوجد معدل الانقراض او شيء من هذا القبيل ما تنخض، ابدا اشتق في الاول وعوض عن النون.
يبقى أقول له ميم نون يساوي 2 في طبعا مشتقة الألف بصفر ناقص 5 على 2 في 2 نون، راحت الاتنين مع الاتنين يعني سالب 5 نون. شيل كل نون وحط مكانها كام؟ 10، يبقى سالب 5 في 10 يعني سالب 50. ليش يا أستاذ بالسالب؟ الطرف الأخير انقراض، يعني بيقل يقل 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 يقل، بتقل. بعد كام يوم سوف تنقرض مستعمرة البكتيريا كلها، يعني هتساوي صفر. هناخد الناتج اللي عندنا ده اللي هو 1000 ناقص 5 على 2 نون تربيع نساويها بصفر ونبدأ نتعامل معاها. خلينا نبدأ بيها عشان بس ما نتوهكم، ناخدها في الحصة القادمة في فكرة أخرى، نشرحها هذه نحذفها نقولها لكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، عشان بس ما تتلخبطوا. خليكم انتوا في موضوع السرعة والتسارع عشان ما نتوه من بعض، ونبدأ ناخد الحجوم والمستعمرات الأسبوع القادم. إن شاء الله هناخد في نفس الموعد. إذا عرفنا ناخد يوم الخميس القادم كمان قبل الأجازة هنبقى ناخد مع بعض. أي حد عنده سؤال قصير أو أي استفسار يبقى يتواصل عندنا على الخاص. نشوفكم الأسبوع القادم بإذن الرحمن. نستودعكم الله. يلا يا بنات، يلا يا شباب، في حفظ الرحمن. ايه انا هرسل الPDF تو هحفظه حالا تو يا